ها هي رجعت العلاقات، ولكن شنو غنستافدوا حنا من فرنسا اليوم؟ فهو داك الشيء فوق الطاوله. عندك 22 اتفاقيه تم التوقيع عليها في شبكات متعدده، في الطرقات. دابا الاشكال كريم ماشي هو ان فرنسا تربح، الاشكال هو واش حنا غادي نربحوا. غادي نمشيو اليوم كريم في طوندونس ويب للرباط، وغادي نشوفوا وحده من المقتطفات ديال الخطاب ديال ماكرون، وحده اللي لقات تفاعل كبير من طرف المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. Permettez-moi simplement cette remarque. S'il est un domaine où nous persistons à nous opposer, c'est uniquement le football. Parce que c'est une passion partagée, le match France-Maroc de 2022 restera l'un des grands moments de la Coupe du Monde. Malgré tout, vos joueurs font rêver nos championnats et tant de nos équipes, et c'est une des choses qui réconcilie le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et je souhaite que l'accueil de la Coupe du Monde par le Maroc en 2030 soit le succès auquel nous sommes impatients de participer et nous offre une fois encore tant de moments d'émotion. قال اننا زعما ما غاديش تكون شي مواجهه بيناتنا حنايا من غير الكره. يعني المجال الوحيد اللي غنستمروا في المنافسه فيه والصراع ولا الاختلاف فيه هو كره القدم، انه مجال اللي كنبغيو بجوجنا مجال المونديال. ما يقدروش زعما يسمحوا لنا شي مره خلينا نربحوا. دابا حنا خصنا نسمحوا لهم زعما، خاص غير وليد دابا كيجمع راسهم هذيك التشكيله ومع الفرقه اللي كاينين نقدوا نربحوهم. ولكن علاش هذا التصريح مراد خلق الجدل؟ حيت كاين بزاف ديال الناس اللي كيقول لك العلاقات مع فرنسا مؤخرا ها هي رجعت العلاقات، ولكن شنو غنستافدوا حنا من فرنسا؟ تقدر فرنسا عاوتاني تجي وتدوز عاوتاني واحد الوقيته وتستافد داكشي اللي بغات تستافد وترجع عاوتاني كيف كانت، ترجع عاوتاني ما يستافدوا حنا ما نستافدوش. هما يستافدوا حنا ما يستافدوش، ورجعوا عاوتاني يبداو يديروا داك الاستفزاز ديالهم ثاني بمغربيه الصحراء باش يقضيو ثاني الاغراض ديالهم. هو في هذا المقتطف ديالو يعني بحال هو نفذ هذا الكلام زعما ما كاينش. زعما راه حنا نيتنا اننا دائما غادي نبقاو شركاء، ودائما غادي نبقاو يد وحده، ودائما غادي نتعاونوا مع بعضياتنا، والحاجه الوحيده اللي غادي نقدروا نتواجهوا فيها هي كره القدم. يعني هو كيقول يعني صافي حنا والمغرب دابا مصير واحد، مصير مشترك. نعم. علاقه واحده ومصلحه واحده، ما عمرنا ما غنختلفوا معاكم، عمرنا ما غنكون عندنا موقف عدائي ضدكم، ما نبقاوش نشوفوكم كدوله مستعمره، ولكن يمازح ويقول انه في الكره راه غتبقى هذيك النديه. ولكن المهم على اي حال هو كيبقى خطاب عاطفي في نهايه المطاف، وجزء ومحطه كانت مهمه في ذاك الخطاب باش يلقى هذاك لو مومون بالنسبه ليه هو اللي يكون فيه النكته، انه اي خطاب سياسي لابد له في مرحله معينه وسط الخطاب انه يكون واحد الجانب ترفيهي ولا جانب ممتع ولا جانب مضحك حتى باش انه يشد التفاعل ديال الناس والراي العام، والدليل احنا كندويو عليه دابا. ولكن هي المنافسه هي شوف ما دامت منافسه شريفه اخلاقيه ومشروعه، المغرب لا يخشى من المنافسات، واي بلد ولا اي شخص عاقل وعقلاني لا يخشى هذه المنافسه. بالعكس المنافسه خاصها تكون في المجال الاقتصادي ايضا بين شركات مغربيه وشركات فرنسيه، تكون في المجال الفكري، في الابداعي، في الفن، في الثقافه، في الرياضه، وحتى في السياسه وكل المجالات. هنا فين كيبقى يعني ما مدى صدقيه والتزام الدولة الفرنسية بهذا الخطاب الذي يدغدغ به ربما إيمانويل ماكرون المشاعر، لأنه شئنا ولا أبينا فرنسا والمغرب سنوات من المعارك ومن حروب في مرحلة معينة، وأيضا حرب باردة وأزمات صامتة ومعلنة. فما يمكنش تجي تدوبها بخطاب او تقول صافي داكشي اللي كله مشى راه انتهى واللي جاي كله جميل وما يكون فيه حتى شي مشكل. تغيب عنه العقلانيه هذا الطرح، لانه الاصل في الامر هو النديه والتنافس. ولولا انه فرنسا وليس ايمانويل ماكرون لوحده، لولا انه فرنسا
كدولة وكنظام وجدت في المغرب ندية ومنافس وخصم يمكن أن يكون شريك، لما نزلت فرنسا من ذاك البرج العاجل اللي طلعت ليه واحد الوقت معين وتقول لا المغرب ما ندوش معاه، وبدات بمهاجمة المغرب. فندية المغرب هي اللي خلاته يكون شريك، فهي شراكة مبنية على الندية، ماشي على الصحبة، ماشي على الأخوة. حتى جات على الأخوة والمحبة اللي كيتكلم عليها إيمانويل ماكرون ويريد أن يقنع بها المغاربة إلى عام. كنا هذا الشيء من نصف قرن منذ الاستقلال على الأقل. نعم. وكون جينا على هذه الأخوة والمحبة اللي هو كيعتبرها تاريخية، وهي فعلا علاقات حتى قبل الاستعمار منذ زمن طويل، ومنذ وجدت الدولة المغربية. لما استعمرت فرنسا المغرب، لما شنت الحرب على المغرب، لما استغلت خيرات المغرب. فالواقع هذا لا يرتفع، وهو موجود اليوم. وإذا كانت فرنسا وإيمانويل ماكرون اليوم في علاقة ودية مع المغرب، ففقط وفقط لأنهم وجدوا وأحسوا وتأكدوا من ندية وقوة، أنه هذا بلد يجب أن يكون صديق. خلينا نقول أنه بتعبير آخر وإن لم يكن دقيقا في هذه الحالة بالتحديد، أنه يقول لك دير عدوك صديقك. فإحنا ماشي أعداء بالمعنى الصريح اليوم، ولكن على الأقل خصوم. ففرنسا مشات بمنطق جيب خصمك أنه يكون حليفك، لأنه قوي، لأنه ند ليك، أنه اليوم عنده علاقة متميزة مع إسبانيا وغينظم مع كأس العالم مع البرتغال، مع أمريكا، مع الصين، علاقات متطورة دابا حتى مع روسيا، مع الدول الإفريقية كلها، ومع مشروع الواجهة الأطلسية اللي غتفتح المحيط الأطلسي لعدد من الدول الإفريقية اللي كاينة في الداخل. نعم. واللي هي كانت مع كل الاحترام والتقدير للدول الإفريقية بمثابة حدائق خلفية لفرنسا، يهزوا حوايجهم وكيمشيو ويستثمرون كما يشاءون ويستغلون كما يريدون، وهم دائما في موضع قوة. فالمغرب اليوم يقوي نفسه، والدول الإفريقية تستقوي بالمغرب، ويصنعون قوة إفريقية في المنطقة التي تعتبرها فرنسا تابعة لها. فبالتالي نجاح العلاقة كيف ما قلتي مراد واستدامته مرتبط بشيء واحد، بالقوة، بقوة المغرب. نعم. متى ظل المغرب قويا وندا لفرنسا ولا غيرها من الدول سيبقى في هذه المكانة. متى سقطت ولا انهارت ولا قلت ولا ضعفت قوة المغرب، أتحدث عن القوة السياسية والقوة الاستراتيجية والقوة الاقتصادية والقوة الاجتماعية. لأنه ما تنساش إيمانويل ماكرون في قمة الأزمة دار حوار أو خطاب تكلم فيه في أيام زلزال الحوز قبل سنة مع المغاربة بشكل مباشر، وهذا أزعج المغاربة وأزعج النظام وأزعج الرأي العام في المغرب كله. قال لك لا يقبل ولا يكون لرئيس دولة أجنبية أن يخاطب الأمة والشعب المغربي بشكل مباشر، أنه عنده ملك وعنده دولة وعنده نظامه. فهذه العناصر الخمسة في المغرب هي القاعدة، هي أساس القوة. متى استمرت قوية ستراك فرنسا كشريك وغتحترمك وغتتعامل معك على هذا الأساس. متى سقطت هذه العناصر أو ضعفت ولا قلت غتركب لك فوق ظهرك بالدارجة. فهي قوتنا في نظامنا، نظام ملكي قوي قادر على اتخاذ مواقف جريئة بنظرة استباقية، لأنه ما يمكنش تكون العلاقات الخارجية ولا الاستراتيجية المغرب مرتبطة بوزير الخارجية ولا برئيس الحكومة ولا بالحكومة ككل اللي ماشية من الخمس سنين. هذه مواقف ترسمها المؤسسة الملكية وفق رؤية استراتيجية مع الملك محمد السادس، ونعلم أنها سوف تستمر مع ولي العهد بعد عمر طويل للملك محمد السادس، نتمنى له الشفاء والصحة والعافية، وأنها كانت في عهد الملوك السابقين وسوف تستمر. يعني عندك خيط ناظم وعندك قوة وهيبة دولة. لما تشوف مثلا من مؤشراتها البسيطة، مثلا إيمانويل ماكرون فاش كيدور في الشوارع المغربية كان مخفورا ومحروسا من قبل فريق الحرس الملكي والحرس الشخصيين للملك، وبالتالي من المديرية العامة للأمن الوطني المغربية. لما كان في الجزائر جاب معاه الحراس البادي جارد ديالو فرنسيين وهم اللي كيتجولوا معاه. فهذه سيادة دولة. وعندك بزاف ديال المحطات ما لا يسع الوقت ما نتكلموا عليها اللي فيها عندك ملك قوي، رغم ونحن دولة قد يعتبرنا البعض دولة صغيرة ولا ضعيفة اقتصاديا ولا ماليا مقارنة مع القوى العظمى. احنا ماشي امريكان ولا فرنسا، ولكن عندنا قدرة ان نكون ندا لهم. ولازم لك قوة النسيج الاجتماعي في البلاد.
هذه الوحده الوطنيه اللي كنتكلموا بها اليوم، لانه بلا ما يقول حتى شي واحد شي حاجه راه المقدسات باينه، الثوابت باينه، الخيط الناظم في البلاد باين، الاقتصاد المغربي الذي يتقوى ايضا في الداخل كما في الخارج، واستقرار النظام السياسي بعلاته بمشاكله، ولكن عندك انتخابات منتظمه، انتخابات تشريعيه وانتخابات جهويه تخرج فيها نتائج معينه، نحترم فيها الدستور ويتم تشكيل الحكومه بناء على النص الدستوري، والملك حتى حين يتدخل في الحكومه ولا في الشأن الحكومي يكون وفق النص الدستوري. فعندك بناء لنموذج ديمقراطي ليس مثالي ولكن غادي. لو تقارنوا مع ما يقع اليوم في الجزائر ولا في مصر ولا في سوريا ولا في لبنان ولا غيرها من الدول، الاختلاف كبير جدا وواضح عند المغرب. هذه عناصر كتخليك تكون اليوم خصم وند لفرنسا، اللي تقول اللهم نكون شريكة مع المغرب أو أنه نكون خصم، لأنه جربوا الخصومة على امتداد 3 سنوات الماضية، وفي هذه المرحلة هذه شافوا أن المغرب ماشي في التنمية ديالو، مشاريعه، وفي علاقات متطورة مع مجموعة من الدول اللي كان أبرزها وأهمها في الفترة الماضية إسبانيا. فبالتالي استمرار الوضع الحالي أو العلاقة الحالية مرتبط ورهين بقوة المغرب. حتى الإعلام الفرنسي يا كريم حتى هو هضر من هذا المنظور ديال أن المغرب ولا شراكة ما بين فرنسا والمغرب جات بالقوة ديال المغرب، يعني ماشي بقينا بديك الصوره النمطيه ديال ان فرنسا دائما كتجي غادي تجي المغرب ولا غادي تجي الدول الافريقيه بديك وكتطلع عليهم من ذاك البرج العالي. لا، هذه المره بحال جات لفرنسا وهي خاضعه وجايه باش هي تطلب الشراكه مع المغرب. حنت عارفين المغرب مثلا فين وصل، ولا تكون رابح مش ان تربح فرنسا ما فيها حتى شي عيب، بالعكس ناخذوها هكا. اليوم كنقولوا وفرصه ايضا ناخذوا اتصالات ديال المستمعين على رقمنا 05 22 36 05 36 باش نمشيو من طوندون صواب للنقاش مفتوح. رقمنا هو 05 22 36 05 36. واش نمشيو في نموذج نقولوا انه فرنسا جات باش تربح، امريكا جات باش تربح، اسبانيا جات باش تربح، او نقولوا جاو فقط جاو لما ما رابحين حتى حاجه وجاو؟ يعني طبيعي الحال غادي تجي باش تربح. الا جاو ما كاينش واحد ربح واضح باين في اطار عقود ولا شراكات باينه، اذا كاين واحد الربح غير معلن. احنا ما عارفين واش هذا السيد جا عندنا كايمانويل ماكرون باش يدعمنا باش يكون معنا، ولكن نقولوا او شنو هي مصلحته، شنو غتربح هذه الدوله الفرنسيه انها جايه عندنا؟ كاين خلل، كاين مشكل تما، كاين شي نوايا مبين. اما اليوم فهو داكشي فوق الطاوله، عندك 22 اتفاقيه تم التوقيع عليها في شركات متعدده في الطرقات. دابا الاشكال كريم ماشي هو ان فرنسا تربح، الاشكال هو واش حنا غادي نربحوا، يعني حنا واش الاقتصاد ديالنا انا رجعت نفس النقطه قادر انه هذا هو مربط فاس. حنا فرنسا كي كانت فرنسا كي كانت الصين كي كانت امريكا عارفين مني غادي تجي هنا غادي تربح، ولكن حنا كاقتصاد ديالنا واش غادي نربحوا ولا لا؟ مثلا اليوم عندنا القطار الفائق السرعه تي جي في، نعم، طنجه الدار البيضاء في الخط الاول بشراكه مع فرنسا ومع شركات فرنسيه، لا في التمويل لا في الخبره لا في الكفاءه. نعم. واش استفاد المغرب؟ في نهايه المطاف المغرب وحده كدوله نسدوا على راسنا باكتفاء ذاتي وسياده محليه، ما يمكنش نديروا تجارب، محتاجين خبرات اجنبيه، محتاجين قاطرات مثلا غير القاطرات اللي هو التران القطار ديال التجارب ما عندناش، لا نصنعه في الاخر غنجيبوه من شي دوله، الا ما جبناش من فرنسا غنجيبوه من الصين ولا غنجيبوه من المانيا ولا غيرها. فهاد الشراكه ضروري خصها تكون مع دوله اكس. في نهايه المطاف شنو المحدد؟ هو واش غندير شراكه اللي غنكون فيها حتى انا رابح ولا غيجي يبيع لي بالثمن اللي بغا، او يبيع لي ويقول لي هاد التجربه انا غنجيبو لك وغنعاونك فيه، ولكن غنبقى ندير الاستغلال ديالو ولا ناخذ الموارد الماليه ديالو والارباح ديالو، تحديدا الارباح مده 50 سنه، وانت كدوله ما غتربح حتى حاجه. انت اللي غتربح كدوله فقط انك قدمتي هذه الخدمه للمواطنين ديالك، هنا انت خاسر. داكشي نقول القوه التفاوضيه ليك، اما انت محتاج هذه الخبرات سواء اللي عند فرنسا ولا عند اسبانيا ولا اللي عند امريكا ولا عند المانيا وغيرها، انت محتاجها في نهايه المطاف. كيبقى قدرتك على التفاوض باش انك تكون رابح. لا دابا هذا التجربه اللي غيكون قنيطره مراكش في شراكتين متنوعتين، وحده مع الصين ووحده مع فرنسا. نعم.
فهذه حتى فيها ذكاء مغربي انه لا نضع البيض كله في سله واحده. عندك شراكتين، عندك توازن في القوى بجوج. وما تنساش انه حتى انك زعما ما نخليش واحد الوليه دراعي، يعني ما بغيتيش انت راه كاين الاخر، ما بغيتيش انت راه كاين الاخر، يعني تما كتولي حتى داك الطلبات ديالك نتايا ولا دوك الشروط ديالك راه كتحطهم. خصو يكون عندك نموذج ديال ما بحال اللي باين ديال غنجيو نخدموا مع بعضياتنا، غنعرف انت شنو غتربح وشنو انايا غادي نربح. وهنا كتبقى فقط القوه ديال النموذج المغربي اللي كنعتقد انه اليوم مثلا هو ايمانويل ماكرون فاش مشى للسي جو ام كيدوي مع لي باترونا في المغرب، رؤساء المقاولات والشركات، من الاشياء اللي تاسف عليها هو خروج الابناك الفرنسيه من المغرب وافريقيا. هو كرئيس دوله اليوم وهو بنكي سابق وجاء من عالم البنوك والماليه، ايمانويل ماكرون اعتبر انه خروج الابناك الفرنسيه من السوق المغربيه والاسواق الافريقيه بشكل عام هو خطا، ودعاها الى العوده الى السوق المغربيه بتوافق وبتنسيق مع المؤسسات الماليه المغربيه. لماذا؟ لانه يعرف انه فيها تاثير مهم، انه لو خرجت فرنسا ولا ما كانش عندها موطئ قدم قوي في المغرب وبالتالي في افريقيا، هذا المكان غيكون فيه لاعب اخر استراتيجي اللي هو الصين مثلا. نعم. ومن المؤثرات الكبيره اللي خلت المغرب يربح هذا التقارب القوي من اسبانيا وفرنسا والمانيا وامريكا هو الوجود الصيني في المنطقه منذ فتره كورونا تحديدا. ولكن قبل منها ب5 سنوات لما زار المغرب والملك محمد السادس الصين والهند، وقال بانه سينوع الشراكات مع باقي الشركاء اللي هم مصنفين يا اما اعداء او خصوم او خطر للمجموعه الغربيه، امريكا والاتحاد الاوروبي، خصوصا روسيا والصين. الصين اكبر واحد غول بالنسبه لهم. فهما لما كانوش حاضرين بالنسبه لهم الصين غادا تدخل. ومن الاشياء التي لا تريدها لا اوروبا ولا امريكا هو ان الصين تكون الفاعل القوي والرئيسي والكبير في المنطقه الافريقيه ككل وفي منطقه شمال افريقيا بشكل اكبر.